اهلا وسهلا ومرحبا بكم معايا فيديو جديد مع شهيوات الطبيل تفطون رمضان. اليوم ان شاء الله غادي نشارك معكم هاد الطويجين ديال الفخيضه ديال الدجاج، كيجي اكثر من رائع، زائد واحد التحليه بالبقايا ديال ورقه البسطيله اولا ورقه الفيلو، كتجي حتى هي رائعه وزوينه وتعجبكم نتوما ووليداتكم ان شاء الله. ثم غادي نشارك معكم مسمن معمر. هذا المسمن ما كاينش اللي ما كيعرفوش، بغيت نتفكر معكم الطفوله وقلت علاش لا ما نعاودش نشاركو معكم، حيت تقريبا كلشي كيعرفوا، قلت علاش لا ما نشاركش معكم حتى انا طريقتي. ثم واحد البريوات معمرين بالفخوماج كيجيو اكثر من رائعين. بداو بهم هما الاولين. عندي هنا الجبن، عندي لا داند فومي، عندي الفخوماج حمر غابي، شويه ديال الكركاع، واحد شويه ديال الثومه. غادي نخلط هاد المكونات كيف كتشوفوا ساهلين، وغادي نقادهم على شكل سيجار. كيف كتشوفوا قسمت الورقه الصغيره على النص، كندير الحشوه ديالي الوسط، كنطويها ثم كنثني عليها الجوانب. وما تنسوش هنا ما تصورتش ليا ديروا ضروري بيضه باش ما تطرطقش لكم البريوات ملي تكونوا كتقليوهم ولا كطيبوهم في الفران. هنا انا طيبتهم في الفران، دهنتهم بشويه ديال الزيت بعد ما سخن لي الفران ودرتهم تيطيبوا. انا كنأكد عليها ضروري ديروا بيضه، ما عرفتش كيفاش حيت في الاول نسيتها، عاد باش عاودت رجعت للحشوه ديالي ودرتها، ماشي في نفس اللحظه فين كنت كنوضع المقادير. المهم ملي كنأكد عليها ديروا البيضه في الحشوه ديالكم باش ما تطرطقش لكم. صافي كيف كتشوفوا غنخليهم هنا نص ساعه في المجمد عاد باش غادي نطيبهم. بالنسبه للتحليه عندي هنايا واحد المول دهنته بالزبده وخديت كاع ورقه البسطيله ولا ورقه الفيلو اللي عندي، حطيتها بشكل عشوائي، راه ممكن تحطوهم مدورين طوال، المهم غير ما يكونوش زعما مزاحمين. فوالا غادي نوضع معاهم، غادي نزوقهم الفوق بشويه ديال الفخيز اللي قطعته مكعبات صغار اولا الفخومبواز الا عندكم متوفر حتى هو. هنا بعد ما حطيت الكميه اللي بانت ليا مناسبه، تقريبا 2 فريزات كبار، خديت هنا بول غندير واحد البيضه، معلقه ديال السنيده، غادي نطربهم مزيان. تقدروا ديروا حتى 2 معالق ديال السنيده اولا 3 على حسب الحلاوه اللي كتبغيو. درت هنا نص كاس ديال الحليب مع نص كاس ديال الكريمه. هنايا الا عندكم يعني بغيتوا ديروا كميه كثيره وعندكم الورقه كثيره دوبلوا المقادير. ودرت هنا 2 القطع ديال الفخوماج، اي فخوماج كي يعجبكم ما كاينش مشكل. كتخدموا هاد الخليط مزيان بالفوي، تحركوه مزيان صافي، وكديروه في كتكبوه فوق الورقه والفخيز مباشره. بالنسبه للتزيين عندي هنا البيستاش اللي هرمشته حطيته مباشره فوق من الخليط، تقدروا ديروا اي نوع، لوز ايفيلي، كاوكاو كونكاسي اللي بغيتو. بالنسبه للطياب ديالها كتاخذ واحد 20 دقيقه في الفران يكون سخون، وتنقصوا عليه وتخليوها تتقرمش على خطرها وتحمر. هنا بالنسبه للمسمن ديالي عندي 300 غرام ديال الدقيق مع 100 غرام ديال الفينو، معلقه ديال العسل اولا السنيده، معلقه الخل والملحه، وكتجمعوا العجينه ديالكم وكتدلكوها. الا عندكم الوقت ممكن تخليوها ترتاح، ما عندكمش دلكوها واحد شويه وخليوها ترتاح واحد نص ساعه ولا ساعه الا ربع، من بعد ترجعوا ليها. ضروري دهنوها ملي تخليوها ترتاح صافي. وهنا غادي ناخذوا بالنسبه للحشوه، مقيله درت شويه الزيت والبصله والفلفل هنا، رققوهم مزيان. ضفت واحد شويه ديال الشحمه، واحد شويه ديال الكفته. بالنسبه للعطريه غادي ندير معلقه صغيره مع مراش ديال الخرقوم، معلقه صغيره مع مراش غير راس معلقه كيف كتشوفوا ديال قزبر يابس، معلقه صغيره مع مراش ديال الكمون، تحميره زايده شويه، الملحه، وواحد راس معلقه صغيره ديال الحار الا بغيتو تزيدوا في الكميه ولا تنقصوا، اللي على حساب نتوما واش كتبغيو الحار ولا لا. كنشحروها مزيان ونخليوها تبرد. هنايا من بعد ما بردات راه العجينه ديالي خمرات وشكلتها كرات. ما بغيتش نشارك معكم هاد لي ديتاي حيت صافي يعني ولاو معروفين. كنسرح الكره ديالي كيف كتشوفوا على هذا الشكل تقريبا حتى كيبان ليا سطح العمل، وكنعاون ضروري بالزيت. الزيت ممكن ديروا فيه واحد شويه الحار اولا شويه ديال البابريكا باش تعطيكم ديك الحموريه صافي. وكنبقى نعاون به وكنسرح العجينه ديالي كيف كتشوفوا على هذا الشكل. راه ماشي مشكل واخا تقطع معكم، غير حاولوا دوك التقطيعات يكونوا مدرجين وسط زعما الوسط ديال العجينه، ما يكونوش يعني باينين باش ما تخرجش لكم الحشوه. هي حبذا لو ما احسن زعما ما تقطعش لكم بحال هكا، ماشي مشكل. كيف كتشوفوا خديت شويه ديال الحشوه هنايا، غادي نوزعها على العجينه ديالي كامله في الوسط في الجوانب، يعني تقيس ليا كاع الاماكن كيف كتشوفوا على هذا الشكل. راه ساهله الطريقه صافي هنايا. وغادي نجمعها بحال المسمنه، وكنتاكد غير من الاطراف ضروري نجبدهم باش ما يجيونيش غلاظ كيف كتشوفوا صافي. وكنعاود ندير شويه ديال الحشوه الوسط غير باش كل بلاصه كل طبقه
تجيني قيساها الحشوه، ما تجيني زعما غير عجينه. فوالا تجي من السما صافي. وكان نوصل الجوانب زعما القنيتات لبعضياتهم، وكنطوي كيف قلت لكم على شكل مسمنه. الطريقه راه ساهله كلشي كيعرف ليها. صافي نتاكد دائما من الجوانب. صافي ملي كتكون العجينه ديالنا يعني سواء زعما مرساحه مزيان ولا مدلوكه مزيان، راه كتجيكم ساهله باش انكم تسرحوها وتخدموا بها في يديكم. غنخليوها جانبا وناخذ كره اخرى حتى هي غادي نسرحها مزيان مزيان. شوفوا العجينه هنايا ملي كتكون مرتاحه راه كتسرح معكم دغيا دغيا. انا واخا شويه زربت عليها، كان ممكن نخليها زعما ترتاح واحد شويه اكثر، لكن كعارفين مع رمضان بنادم تيتدرك مع الوقت. صافي كيف كتشوفوا بديت كنسرحها هنا بشويه بشويه. فوالا صافي هنا غادي نعاود ندير شويه ديال الحشوه ضروري، باش كيف قلت لكم ضروري اي عضه ولا اي زعما فاش كنعضو توصلنا، ما نعضوش غير العجينه، توصلنا حتى البنه ديال ديك الحشوه اللي درنا. فوالا غادي ندير غير شويه صافي. وغادي ناخذ ديك المسمنه الاولى ديالي اللي صايبت وغادي نديرها الوسط من هاد المسمنه هادي. فوالا كيف كتشوفوا صافي. ونعاود نطوي نفس الشكل بحال المسمنه الاولى. دائما الجوانب ما نساوهمش، وندهنوا ضروري بالزيت. ممكن ديروا معاه حتى شويه معلقه ديال النشا اختياريه زعما اللي بغيتو في هذاك الزيت زعما. صافي هذه هي الطريقه سهله بزاف بزاف، وغنبقى مستمره بنفس الطريقه حتى نكمل الكميه اللي عندي. وهنا غادي نبدا نطيب. كيف كتشوفوا خديت الاولى اللي بديت بها كنسرحها على سطح العمل على هذا الشكل. دائما نسرح ونرد البال، والجوانب نتاكد منهم ما نخليهمش غلاظ. كيف كتشوفوا هنا المقله ديالي راه كتسخن، دايرها على نار تكون شويه مجهده، لكن غنحط المسمنه غادي نقص عليها تكون متوسطه باش المسمنه ماشي زعما تقيس ليا زعما تجيني محمره والداخل ما يكونش طايب. كنظن راه فهمتوني. صافي وكنبقى نطيب بشويه بشويه، ما بغيتش نشارك معكم كلشي صافي حيت الطريقه باينه. الطاجين ديالنا هنا عندي واحد البصله حجم كبير اللي شلطتها على هذا الشكل هذا على شكل هلال. عندي واحد تقريبا 2 معالق كبار ديال القزبر ومعدنوس، وعندي واحد 2 فصوص ديال الثومه كبار اللي درتهم بحال هكا في الطاجين، وغنخليهم جانبا. وغادي نمشيو باش نحضروا الفخيضات ديال الدجاج، نديروا لهم الشرموله ديالهم. هنا عندي راس معلقه صغيره ديال الخرقوم، عفوا سكنجبير، وراس معلقه صغيره ديال الخرقوم. عندي هنا القزبر يابس، عندي هنايا الملحه، وواحد معلقه صغيره ديال السمن، وواحد نص حامضه مصيره مقطعه. غادي نجمع هذا الخليط ديالي ولا غادي نخلطه بالزعفران شعره اللي درته مع الماء طيب، خديت منه واحد شويه وغادي نخلط بحال هكا غير حتى هذاك السمن حتى هو يذوب ليا مع الماء طايب. بقيت كنخلط على هذا الشكل باش يذوب ليا داك السمن. وهذاك الزعفران شعره غنخليه جانبا حيت هو غادي نضيفه على الطاجين ديالي. عفوا سمحوا لي. صافي هنايا خديت الفخيدات ديال الدجاج بيان سور هنا مغسولين بالملحه والحامض وسقطرتهم من الماء، فلحتهم واحد شويه صافي. وكيف كتشوفوا هنايا غادي ندير لهم التتبيله وغادي نخليهم. المهم حتى انا كنت دربانه تقريبا نص ساعه، مقد ما خليتوهم راه مزيان، نص ساعه خليتهم. هنا الطاجين ديالنا نرجعوا ليه اللي غنشعلوه عليه نار متوسطه، نديروا الزويته ونخلطوا هذيك الثومه والقزبر والمعدنوس والبصله ديالنا. ماشي بالضروري حتى يتشحروا، المهم غير تقيسهم شويه العافيه ونستف دوك الفخيضات ديال الدجاج. هنا العطريه اللي عطيتكم بيان سور ديال 3 فخيضات، ممكن تزيدوا قد ما زادوا الكميه راه كتزيدوا من العطريه، فهمتوني. هنايا زدت هذاك الماء ديال الزعفران شعره على الخليط اللي بقى ليا كيف كتشوفوا، وسقيت به. وزدت حتى البصله، درت هنا واحد البصله صغيره حتى هي اللي شلطتها على شكل هلال صافي. وغادي نزيدها كيف كتشوفوا على هذا الشكل هذا صافي. ونخلي الطاجين ديالي تيطيب حتى يقرب يطيب، وندير ليه زويتنات من الفوق وكيجي حتى هو منسم رائع ما تشبعوش منه. هنا غنكونوا سالينا الشهوات ديالنا. كنتمنى ان شاء الله هاد الشهوات اللي شاركت معكم ينالوا الاعجاب ديالكم وتجربوهم. وما تنساوش دائما تلتحقوا بيا على لاباج انستغرام ديالي، غنخلي لكم اللين في الديسكريبسيون. بالنسبه للبريوات كنعتذر راني ما صورتهمش، دركني الوقت ونسيت
صافي حتى بدينا كناكلو وصورتهم، لكن انا متيقنه بالنسبه لهذوك لي سيجار راه غادي يجيوكم ساهلين، راه حشوه سهله وان شاء الله غادي تصدق معكم. نتلاقاو ان شاء الله في فيديو جديد مع وصفه جديده.